طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا اسمك وعرفنا محمد اسمك. وعلى آله وصحبه ومن خالد طلعت فريد، رئيس اتحاد التنس السوداني. نحن اليوم في زيارة لمدينة سنجة ولاية سنار لافتتاح منشط لوضع حجر أساس لملعب نادي التنس سنجة. والحقيقة سعدنا جدا جدا بما شاهدناه في هذه الزيارة من استعدادات وحماس من اللاعبين والإداريين والمسؤولين على مستوى في الولاية. هذا يدل على أنه رياضة التنس من أعلى الاهتمامات في ولاية سنار. الجدير بالذكر أنه ولاية سنار متقدمة جدا في منشط التنس للذين لا يعلمون يعني، واحرزت نتائج في البطولات السابقه، بطوله الاستقلال اخر بطوله نظمها الاتحاد العام في الخرطوم. وعدد الانديه يوازي عدد الانديه الموجوده في سنار يوازي عدد الانديه الموجوده في الخرطوم. واللاعبي ولايه سنار الان اصبحوا من اللاعبين المقدمه في الناشئين، وده بيدل على انه المنشط بيسير بصوره صحيحه. سعدت جدا بكرم الضيافة والاهتمام من الدولة من الولاية على مستوى، وسعدت جدا بالحماس بكل أولياء الأمور على اللاعبين، على الأهل، على كل المواطنين. وشكرا جزيلا لحكومة ولاية سنار والدكتور آدم فزع وزير الشباب والرياضة بمساعدته لنادي التنس بسنجة لإيجاد هذه الأرض التي نقف عليها الآن، وإن شاء الله التي سيتم إنشاء الملعب عليها بإذن الله تعالى. نحن إن شاء الله نكون متعاونين جميعنا في أنه أن هذا العمل يكون عمل على أرض الواقع وليس يعني كلام أو خطط بإذن الله تعالى، ونتمنى التوفيق للجميع ولكم الشكر جزيلا. تسلم، يديك العافيه، موفق ان شاء الله. شكرا. خليني اواصل معه في نفس انا ما داير اتكلم كثير. دقيقه خلي ادوك اللسان عشان طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. انا يمكن كلامي ما كثير، لكن داير اضيف على كلام الكابتن الكبير خالد طلعت فريد. داير اقول بس اضيف حته انه المنشط التنس الارضي في السودان متهم بانه اتهام دي معلش يمكن تكون العباره ما مقبوله، لكن في كثير من المحافل بنسمع انه التنس الارضي حكر على فئه معينه من الناس. انا داير اقول انه ده دليل او برهان لكل السودان والسودانيين انه هذا المنشط متاح الان لكل فئات المجتمع، لكل شخص يريد ان يمارس التنس الارضي. نحن ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق وهم جديرين بنشر هذا المنشط المهم في كل بقاع السودان. وهذا دليل واضح، يعني مجيء من الخرطوم الى ولايه سنار لوضع حجر الاساس لملعب نادي التنس سنجة، ده دليل اهتمام دليل على اهتمامهم بهذا المنشط. انا والله سعيد ايما سعاده او اسعد منهم هم كاهل منشط، ونحن هو باعتبار واحد من مناشطنا الفاعله جدا في الولايه. نتمنى لهم التوفيق، ونحن ان شاء الله نكون مع بعض في كل المنافسات، في كل الفعاليات باذن الله سبحانه وتعالى. نسال الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا لرفع همة هذا المنشط في هذه الولاية إن شاء الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله. شكرا لكم أنتم الإعلاميين كمان، وكثر خيركم على هذه التفاعل الحي مع هذا المنشط. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.